10 حاجات الناس كده كده بيندموا عليهم في نهاية حياتهم. ورقم 1 هتندم انك خدت قرارات وانت غضبان. رقم 2 هتندم انك ما شاركتش مشاعرك وقلت بحبك. وطبعا مش محتاج اوضح لك ان انت تعبر عن مشاعرك دي للناس اللي ينفع تعبر لهم عن مشاعرك، يعني اخواتك، اهلك، والدك، والدتك، اصحابك، زمايلك في الشغل، مش حد تاني. واخد بالك؟ طبعا انت فاهمني، مش حد تاني خالص. الحد التاني ده ما ينفعش نقول له ان احنا بنحبه، ولكن ينفع ان احنا نروح نتقابل. رقم 3 هتندم انك قدمت شغلك على عيلتك. الشغل بيتعوض ولكن العيلة ما بتتعوضش يا صاحبي، فعيد ترتيب اولوياتك ودايما العائلة تأتي في المقام الأول. رقم 4 هتندم إنك أهملت صحتك ولياقتك. رقم 5 هتندم إنك فقدت التواصل مع أصدقائك وأصحابك. رقم 6 هتندم إنك كنت قلقان طول الوقت على كل حاجة. ليه مقولة لأحد الصحابة كان بيقول سيدنا عمر: يا عمر إنما هي أيام ونمضي، يعني كبرش الموضوع وتشغلش بالك، يعني كلها كام يوم وهنمضي. رقم 7 هتندم انك اهتميت بآراء الناس اكتر من اللازم. كل واحد ليه تجربته، كل واحد ليه طريقه اللي هو ماشي فيه. رقم 8 هتندم انك ترددت وخفت من المخاطرة. يعني المقولة بتاعت ويفوز باللذات كل مغامر حقيقية. اي حد بيغامر ويخاطر من حين لاخر، مخاطرة محسوبة طبعا، لازم يفوز في مرة من المرات أو في معظم المرات. رقم 9 هتندم إنك ندمت وتألمت أكثر من اللازم. يعني الندم هو جزء أساسي من التوبة عن أي ذنب، ولكن الشيء المهم أو الشيء اللي بنفس الأهمية هو العزم على عدم الرجوع لهذا الذنب مرة أخرى. اندم بالقدر اللي يخليك ما ترجعش لهذا الخطأ، ولكن ما تستغرقش في الندم عشان هتندم إنك ندمت. وأخيرا وليس أخيرا،